سيبي اللي راح وابتسمي للي جاي. تعرفي تعرفي ان في حاجات بتروح مش عشان ربنا بيعاقبنا، لا، عشان بينضف الطريق من اللي مش مكانه. سيبي اللي راح وابتسمي للي جاي. عارفه ليه؟ عشان اللي اتكسر جواكي كان لازم يتكسر، كان لازم يتكسر عشان يدخلك النور. فاكره اول مره اتوجعتي فيها؟ فاكره لما كنت فاكره ان هي دي النهايه، وقعدت تسالي نفسك ليه انا بيحصل لي كده؟ بس شوفي نفسك دلوقتي، لسه هنا ولسه بتضحكي ولسه عندك قلب قادر يحب تاني وقادر يستحمل تاني وقادر يعيش من اول وجديد. هو ده معنى النور اللي دخل بعد الكسر. تعالي بقى اقولك يا اختي ويا حبيبتي ويا صديقتي ويا امي الغالية، كل حد قلبه موجوع، تعالوا اسمعوا الفيديو ده وتعالوا اسمعوا الكلام ده. الحياة بطريقة بسيطة خالص، يعني هي بسيطة ولازم احنا نشوفها بالبساطة دي. الحياة دي عاملة زي كوباية الشاي اللي بنشربها كل يوم. اوقات بيكون الشاي ده سخن زيادة ويحرق لساننا ونتعصب ونقول ده مولع، وبعد شوية بنشربه ونقعد نقول ايه، الله ده طعمه حلو. هي دي الحياة كده، برضو التجارب سخنة في الأول بس بعد شوية بنحس إن طعمها حلو ونفهم إن هي فعلا علمتنا حاجة. يعني كل موقف بيحصل لنا وكل تجربة بندخل فيها أيا كان هي إيه، أكيد بنتعلم منها حاجة، وأكيد بنعرف ناس جديدة، وأكيد بنعرف نوايا الناس اللي معانا إيه واللي حوالينا إيه. في ناس بتمشي من حياتنا وتسيبنا موجوعين، بس الحقيقة إنهم خلونا نعرف قيمتنا. فيها فرص ضاعت بس فتحت الباب لفرص تانية، فيها أيام بكينا فيها بس كانت بتغسل روحنا. يعني كل حاجة رايحة بتسيب مكانها لحاجة جاية، يمكن أجمل، يمكن أصدق، يمكن أنضف. وأنا مش بقولك تنسي وتروحي ترقصي على الجرح، لا طبعا، بس أنا عايزاكي تتصالحي مع فكرة إن مش كل حاجة بنخسرها هي كانت بتكسبنا. في حاجات بتخلص عشان حياتنا تكمل مش عشان تقف. وهنا بقى نصيحتي ليكي، والله العظيم انا بقولك الكلام ده اكني فعلا بكلم اختي، اكني بكلم امي، اكني بكلم بنتي، بكلم حد فعلا مني خايفة عليه. وما بقولكيش الكلام ده من فراغ، اكيد كلنا كل حاجة في حياتنا كانت وجعانا او في حاجات وجعتنا. فسيبي اللي راح، سيبي الكلام اللي وجعك، سيبي السيئات اللي انت عملتيها وندمتي عليها، سيبي السيئات اللي الناس عملتها فيكي، سيبي اللوم، سيبي الخوف، سيبي الناس اللي بتستنزفك، لان اللي جاي محتاج قلب خفيف مش قلب شايل. وانا كنت قبل كده كلمتكم عن العلاقة السامة، العلاقة المؤذية. هسيب لكم الفيديو ده، اللي ما شافوش يدخل يشوفه في صندوق الوصف او في التعليقات. وعايزه اضرب لكم مثل، يعني انا دلوقتي عجبني بطاطس وانا ماشيه ان صح التعبير يعني، فاشتريت 5 كيلو بطاطس، مشيت شويه، طبعا انتوا عارفين البطاطس تقيله ازاي، مشيت شويه عجبني بطاطس تاني او لقيت بطاطس ارخص فاشتريت كمان 5 كيلو، مشيت شوية، كل ما امشي اشيل، كل ما امشي اشيل، يعجبني واشيل. هو ده فكرة بالظبط، اللي انا هفضل اشيل من ده واشيل من ده واشيل من ده، وده عمل فيا وده سوى فيا وده مش عارفة ايه، فهنفضل على نفس المنوال ده بالظبط اللي احنا بنعمله في نفسنا. اوعي تفتكري انك اتكسرتي، اللي حصل مش كده، انت زي الماس كده، شفتوا الماس بيضغط كده جامد ويتحمل حرارة عالية؟ فانتي ماس يا جميلة مش مكسورة. خدي بالك بقى من دي، اللي جاي مش محتاج دموعك القديمة ولا وجعك القديم، اللي جاي محتاج ضحكتك اللي لسه فيها أمل، محتاج ايدك اللي لسه بتساعد غيرك، محتاج قلبك اللي لسه رغم كل حاجة لسه بيحب. بص الحياة دي هنعيشها بالطول وبالعرض، فلازم تبقى عايشة فيها وانت مرتاحة. ابتسمي كده وحطي وشك كده وبقك كده ده على وضع الابتسامة. خبراء علم النفس بيقولك لما بتبتسمي لمدة 5 دقايق من بعديها ان شاء الله بتلاقي نفسك فرحانة وسعيدة ومبسوطة. فعايزين برضو نستغل النقطة دي، ابتسمي لان انت اصلا ربنا نجاكي، اللي عدى ده ما كانش ليكي وربنا شايلك الخير. ابتسمي لان انت اصلا اخترتي تكوني هنا ولسه بتتكلمي ولسه بتضحكي ولسه في امل، وخلي عندك امل وتفائلوا بالخير تجدوه. ابتسمي لان اللي جاي اهدى واجمل واصدق. ولو لسه حاسه انك مش قادره تبتسمي، خدي نفس عميق كده وشوفي نفسك بعين ربنا مش بعين الناس. هو شايفك قويه حتى لو انت شايفه نفسك مكسوره، هو شايفك بتقعي وبتقومي كل مرة،
حتى لو دموعك نازلة سيبي اللي راح وابتسمي للي جاي، لان اللي اتكسر جواكي كان لازم يتكسر زي ما قلتلك قبل كده عشان يدخلك النور. ولو طاقتك مش اللي هي ابقى شوفي الفيديو بتاع الطاقة الإيجابية، برضه هسيبهولك في صندوق الوصف. بجد عايزاكم تسمعوني من قلبكم فعلا، وتاخدوا كلامي ده فعلا، يعني تحطوه حلقة في ودانكم كده. خلي الفيديو ده دايما يفكرك ان ربنا ما بياخدش منك الا عشان يديكي احلى واكتر، ما بيكسركيش الا عشان يبني اقوى، وما بيأخرش الا عشان يجهز لك الاجمل. اشربي بقى شايك، قهوتك، عصيرك، المشروب اللي انت بتحبيه. اعملي لك كوبايه ليمون كده بالنعناع وابتسمي، الدنيا لسه فيها خير كتير ومستنيكي تعيشيه. محدش هينفعك لو زعلتي، لو حطيتي في نفسك محدش هينفعك. ولو الفيديو عجبك شيريه لاصحابك عشان تنفعيهم ويبقى صدقه جاريه ليكي، وحطي لايك